اليوم بنسوي هريس بمناسبة يوم تولي جلالة سلطاننا هيثم الحكم. أكلة دافية دسمة ومتروسة طاقة من حب الهريس واللحم، وطعمها ولا أروع. دائما تتسوى في المناسبات والأعياد. سويتها اليوم على طريقة أم عماد جيران الأهل، وطلعت مضبوطة على الآخر. بالصفرية ننزل ملعقة صغيرة سمن بلدي مع بصلة مقطعة، كم ورقة غار، هيل، عودين قرفة وفلفل أسود. ننزل عليهم قطع لحم كبيرة مع العظم. أنا زودت لحم شوية لأني أحبها دسمة. نحمس اللحم ونعطيه لون على الخفيف، ونضيف كوب حب هريس منقوع يوم كامل. حب الهريس عبارة عن قمح منزوع القشر، كذا يكون شكله قبل ما يكون منقوع بالماء. نضيف 4 أكواب ماء لكل كوب هريس. نشيل عنه زفر، ولما يغلي نغطيه ونخليه على نار هادية لمدة 2 ساعة. لازم نحركه كل ربع ساعة عشان ما يلزق. وبتلاحظوا انه حب الهريس بدأ يتفتح ويطلع النشا ماله، واللي يعطي الاكل اللزوجة الحلوة. واذا شفتوه واجد ثقيل ضيفوا زيادة ماء. ولما يذوب الهريس واللحم على الاخر نشيل العظم والقرفة ونضيف شوية ملح مع سمن. وعلى كلمة الشاعر الشهير معاذ: خلط يا مخلط. اذا تحبوه يكون جدا ناعم استخدموا الخلاط اليدوي، بس انا احب يكون فيه شوية قوام اللي يذكرني بشوربة الفريكة، فما خلطة واجد. وظلكم ضيفوا سمن مع التحريك لحتى ما يتجانس مع الهريس. وبعطيكم سر اللمسة سحرية مع الأم عماد لأحلى هريس: نفرم بصلتين شرايح ونحمسهم على نار هادية بشوية سمن. نضل نحمس فيهم لين ما يتكرمل وياخذ لون بني. نضيف البصل على الهريس ونخلطه زين لحتى ما يختفي تماما، ونخليه تقريبا 5 دقائق زيادة على النار لما يجهز. ننزل الهريس على صحن التقديم. نحط صحن سمن في النص للتغميس. نزين الصحن بشوية فلفل ما له داعي، لكن والله يعطي شعوطة حلوة. وعليكم بألف عافية.